السلام عليكم ورحمة الله. أستاذة بسبوسة جميلة. كنت سألتيني من كام يوم كده على حاجة، وأنا والله مش بنسى أسئلتكم، بس ساعات الوقت فعلا بيبقى ضيق معايا جدا. بس أنا عايزة أقول حاجة مهمة قوي بقى، عشان ما نخلطش بين الكوتش وبين الداعية الإسلامي، أو ما نسألش سؤال ديني يعني يكون رده ديني فنسأله للكوتش، لأنه أنا ما ينفعش أقول إجابات في صميم يعني الأسئلة الدينية، لأنه ده تخصص فعلا أهل الدين، سواء بقى داعية إسلامي أو شيخ أو كده. آه، فأنا عارفة أنه أنتي عايزة تعرفي كمعلومة آه، يعني تريحك، بس لما بيبقى تفسير آية أنا غير مؤهلة طبعا لتفسير الآيات، لأنه ده القائم بيه أهل الدين، عشان مش أي حد طبعا يفسر الآية، لأنه ليها إسناد في كتب ابن كثير والصحيحين وكده. فدي نمرة واحد، فنخلي بالنا قوي من النقطة دي، لان جالي اسئلة على البرايفت، طب ده حلال ولا حرام؟ ما هو انا ما ينفعش يا جماعة اقول كده، انا عارفة اذا كان حلال ولا حرام، بس وانا ما ينفعش ابقى انا بقول واحط نفسي مكان الداعية او الشيخ، ده مش صح طبعا. لا الحمد لله انا عارفة يعني اللي انا موكلة بيه ان انا بشتغل على النفسية، وعشان النفسية ربنا سبحانه وتعالى شارحها في قرآنه ومتكلم عنها، لانه احنا قلنا انه كتاب ربنا اللي هو علم النفس رباني، هو اللي موجود فيه كل حاجة تخص النفس البشرية. فأنا طبيعي باخد من القرآن وافهمكم حاجات، ولكن أنا غير مؤهلة إن أنا أقعد أشرح تفسير قرآن، لأنه ده هو المنوط بيه الشيخ أو الداعية الإسلامي. ففي أسئلة ممكن نوجهها، أنا بقى أنا يعني أنصحكم بالداعية الإسلامي مصطفى حسني، طريقته جميلة جدا وأسلوبه مريح واقرب دايما للصواب، انا برتاح له جدا. وممكن نسمع الشيخ الشعراوي، طبعا ده العلامة بتاع جميعهم يعني ربنا يرحمه. او ان احنا ممكن ناس على النت شيوخ معينة، بس انا مش هذكر اسامي لان انا مش مركزة قوي في اساميهم، بس في كام حد كده بيطلع على التلفزيون، فيعني ان شاء الله نحسبه على خير. او ان انتي تسرشي بقى على جوجل او تمسكي كتاب ابن كثير وتقري التفسير او كده. ولكن في السؤال اللي انتي سألتيه برضو، عشان بحب اريح جدا عملائي، السؤال كان بتاع الآية اللي انتي سألتيها، بعيدا عن تفسير الآية، لكن هو الله سبحانه وتعالى كان يقصد اختياره للأنبياء. والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. فربنا سبحانه وتعالى كان يقصد اختياره للأنبياء، ربنا هو اللي بيختار القلب النقي اللي بيشوفه ينفع يكون نبي أو ينفع يكون آه، آه، يعني حامل للرسالة، لأنه دي ليها مواصفات خاصة جدا جدا جدا. وربنا سبحانه وتعالى اختار الأنبياء اللي انتوا يعني سمعتوا عنهم في القرآن دول كلهم، هم أنقى قلوب على الأرض، يعني هم التوب، هم صفوة البشر كلهم، وكان خاتمهم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ف يعني ده بالنسبة للأمر ده، مش ان انا اخدها في حتة ايه، طب انا اختار ولا لا، طب ما هو ربنا بيختار يبقى انا ماليش لازمة. هي قصة مش كده خالص يا جماعة. واحنا قلنا قبل كده واتكلمنا عن انه الاقدار نوعين، قدر آه معلق وقدر مبرم، وقلنا ان في بعض الاختيارات ربنا بيختارها لنا، خلاص انت مش يعني دي مش بتاعتك، دي بتاعت الله سبحانه وتعالى، ده في القدر المبرم. زي ما مثلا انت بتطلع تلاقي مامتك وباباك، ما بتختارش اخواتك، ما بتختارش ابنك او بنتك، وهكذا ما بتختارش شكلك وتفاصيلك وملامحك، دي اختيارات الله سبحانه وتعالى ليك، فريح دماغك من النقطة دي خالص. تمام. وفي بعض الاختيارات ربنا سابها لنا في الأقدار المعلقة، زي مثلا أصلي ولا ما أصليش، ها، أعمل الخير ولا بلاش، أطلع صدقة ولا أبخل، دي أنت اللي بتختار ده. اتعلم ولا ما اتعلمش، ادخل الكليه دي ولا ادخل الكليه دي. يعني ممكن واحده تكون جايه لها كليه تجاره تقول لا انا مش عايزاها، انا هدخل معهد او هدخل كليه تانية. اشتغل الشغلانه دي ولا لا. دي اختيارات ربنا بيتركها لنا، وبرضه هي جوه اقدار الله، هي ما طلعتش بره اقدار الله. يعني برضه ربنا بعلمه الازلي هيعرف سوري، يعلم انت هتختار ايه، فبيبقى مكتوب لك برضه.
ولكن ربنا بيسيب لنا الاختيارات دي عشان يبقى في دعاء بقى. احنا بنعمل ايه في رمضان دلوقتي؟ مش بندعي بالطلبات اللي احنا عايزينها؟ يعني كل انسان اهو عنده طلبات فبيطلبها من ربنا سبحانه وتعالى. دي في الأقدار المعلقة، إن ممكن أنت يكون مثلا مكتوب لك الشغلانة دي، بس ربنا ساب لك إنك تدعي فتقول له يا رب مش عايز شغلانة دي، عايز شغلانة تانية. فربنا يستجيب للدعوة فيمسح الشغلانة الأولانية ويكتب لك الشغلانة التانية. وهما الاتنين برضو في أقدار الله اللي مكتوبة لك. لأن اللي مش مكتوب خالص أنت ما بتروحلوش خالص ولا بيجي على ذهنك. ولو لاحظتوا هتلاقوا، ودي حاجة ملحوظة قوي للناس اللي هي يعني قلبها كده مصحصح ونقي، وعندها سنس والحدس عندها عالي اللي هو احساس القلب. هتلاقي ان انت وانت بتدعي هتلاقي ربنا بيجري على لسانك دعوات معينة، عشان تعرف ان العملية كلها قدرية برضو. يعني انت مثلا انت عايز الشغلانة الفلانية، فانت بتقول له يا رب اجعلها من نصيبي واجعلها خير بس وانت بتدعي تلاقي لسانك بيقولها كتير لوحده، او ما كانتش على بالي بس لساني خلاني اقولها. ده برضو ان ربنا عشان رايدك في المكان التاني ده وعايز لك الافضل، فبيجري على لسانك الدعوات اللي انت بتدعيها لنفسك. وفي حد يكون مش على باله حاجة خالص ويلاقي نفسه فجأة بيدعي بدعوة، ايه ده، هي جت ازاي، ايه ده، هو لساني بيقولها ازاي؟ عشان تعرفوا ان الله سبحانه وتعالى حتى في اختياراتنا ربنا سبحانه وتعالى بيختار لنا الافضل والاحسن. وعشان رايد يديلنا ويفرح قلبنا بيجري على لساننا الدعوات دي. حتى دعائك هو في الآخر قدر الله سبحانه وتعالى اللي رايدك ليه. ف العملية كلها قدرية، ولكن حتى لو باختيارك انت برضو جوه أقدار الله ما طلعتش منها. ده يخليك تطمن وترتاح وتهدى وتقول لقلبك ما تقلقش، وتقول لدماغك رواقي كده واتبسطي. انا في الاخر تحت معية الله سبحانه وتعالى ونظره وحمايته، فما تقلقش خالص. يعني اتمنى اكون وصلت لكم الجزء ده. ويا ريت بعد كده نخلينا في الاسئله اللي تبع النفس، بلاش الاسئله الدينيه. وربنا سبحانه وتعالى يا رب كده يجعلنا من الناس اللي بلغها ليلة القدر. وما تنسونيش من سائر دعائكم يا رب.